لو اتحاد الكوره هيعمل مباراه احتفالا بعيد الثوره، ونفس القصه مباراه الاهلي والزمالك لغايه دلوقتي هتتم وهتقام يوم 7 فبراير باذن الله. نروح لمستر كامل ابو علي رئيس النادي المصري. مستر كامل ازي حضرتك؟ ازي يا كريم؟ ازي صح؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله تمام. وحشني جدا. وانت اكتر. الله يخليك. الله يخليك. احنا لسه من شويه كنا بنقول ان في جلسه تمت ما بين حضرتك ومصطفى عفروتو لاعب نادي الاتحاد السكندري او لاعب النادي الاهلي، ان في كلام ان هو ممكن ينضم للنادي المصري الفتره اللي جايه. لا ما فيش اي جلسه تم خالص يعني. ما فيش ولا تليفونات ولا كلام على مصطفى عفروتو؟ لا خالص. يعني يمكن حد من الجهاز، بس انا على حد علمي ما فيش حاجه. يعني لو حسام شايف انه محتاجه هو صاحب القرار يعني. طيب في صفقات جديده للنادي المصري خلال الفتره اللي جايه دي في الانتقالات؟ اكيد يعني الاسبوع ده ان شاء الله هنحسم صفقه ان شاء الله، يعني على قبل يوم الخميس. ايوه. واذا الجهاز هو اللي بيقرر يعني، هو اكيد كابتن حسام وكابتن ابراهيم عارفين بيعملوا ايه، و يعني اكيد بيشتغلوا حاجات. اكيد طبعا. يعني في كذا اتصال، وفي الاخر لو في حاجه يعني اكيد هتعلن في وقتها ان شاء الله. ان شاء الله. في بعض اللاعبين اللي عقودهم هتخلص السنه دي يا مستر كامل زي عبد السلام نجاح، عبد الله سيسي، احمد فوزي، هل في نيه للتجديد ولا لسه شايفين الموضوع ده في نهايه الموسم هيبقى افضل؟ لا يعني في نيه طبعا، في شك يعني. في نيه طبعا. وبقتي انا كابتن ابراهيم بدا يقعد مع اللاعبين، وان شاء الله في الايام اللي جايه هتتم كل التعاقدات هتتجدد يعني. وزي ما بقول لك يعني يمكن برضو اللخبطه اللي عايشينها في جدول المباريات. انا عايز كذا مع كابتن عمرو حسين بيتكلم، الله يكون في عونه فعلا، لان في حاجات بجد خارج يعني ملوش ذنب فيها خالص يعني. ايوه. هو ظروف البلد والحاله اللي احنا عايشينها، يعني الحاجات دي كلها بتفرض نفسها. لكن يعني اقول لك ان الجهاز شغال والحمد لله يعني. احنا يعني شغالين بكل سرعه عشان نخلص كل موضوعاتنا. ما بنحبش حاجه ناجلها خالص. فالايام الجايه كده ان شاء الله هنسمع اخبار كويسه يعني. ماتش امبي والفوز على نادي امبي اعتقد يعني خلى الامور شويه مستقره في بورسعيد بعد تولي الكابتن حسام حسن. هي ما فيش شك انها بدايه قويه جدا للكابتن حسام وابراهيم. ما فيش احسن من كده. امبي فريق كبير جدا، وبعدين احنا لعبنا يعني كويس جدا. انا بقول لك حتى لو كان حصل تعادل احنا ما كناش هنبقى زعلانين. انا واحد من الناس مش زعلان يعني. شفت فريق بيأدي مباراه قويه جدا، مستوى عالي جدا يعني، في حماس، في لعب، في كل حاجه. هي بالتوفيق ان شاء الله يا مستر كامل. والنادي المصري فرقه مميزه جدا.